نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد ووزع الأرزاق فلم ينس أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا وشفيعنا الحبيب محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه كما ينبغي وكما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل عليه كما أمرتنا وصل عليه كما حببت إلينا الصلاة عليه وصل عليه يا ربنا عدد من خلقنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا من أبكيتم الحبيب شوقا إليكم، يا من اشتاق إليكم الحبيب قبل أن يراكم، يا من أجبتم دعوة الله سبحانه وتعالى حين قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. موضوعنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه هو مواصلة لسلسلة حقوق رائعة ونواصل فيها حق بر الوالدين، ذلك الحق الذي تحدثنا عنه في الخطبة السابقة، ولكن لم نوفيه حقا ولن نوفيه حقا، وذلك لعظم هذا الحق. وإنما حديثنا عنه هو إدراك لما عسى أن ندركه من هذا الحق العظيم ومن هذا الفضل العظيم. لذلك وجب استكماله بدرس اليوم إن شاء الله، فنسأل الله التوفيق. بر الوالدين وكما سبق أن تحدثنا في الخطبة الماضية هو فرض وليس سنة لاقترانه بأمر الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن عبادة الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين. وانظر حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى الإحسان وإلى معنى البر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فقال البر حسن الخلق. فإذا أردت أن تكون بارا بأبيك وأمك فعليك أن تكون معهما حسن الخلق. وانظر إلى الآية الكريمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعندما سئل الإمام علي عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
فهل وأنت تتعامل مع أبيك وأمك هل وضعت نصب عينيك أن الله سبحانه وتعالى يرى ما تفعل، يرى ما تقدمه لأبيك وأمك؟ انظر لابن عباس حبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم أهل الأرض بتفسير القرآن الكريم كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سئل ابن عباس عن قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فسئل عن الإحسان ما الإحسان يا ابن عباس؟ فقال الإحسان كثير لا أستطيع أن أجمع لكم معنى الإحسان. الإحسان مع الوالدين التي أمر الله سبحانه وتعالى فيه كثير وينفتح في كل أبواب الخير. انظر إلى فطنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يطلبون العلم. عندما سألوا ابن عباس عن الإحسان فأجابهم الإحسان كثير وأن لي تعريفه؟ قالوا هذا عن الإحسان. فما الوقوف إذا كان هذا عن تعريف الإحسان ولا نستطيع حصره؟ فما هو الوقوف يا ابن عباس؟ انظر ماذا قال ابن عباس خير من فسر القرآن. يقول ابن عباس الوقوف هو كثير أدناه كفر. كلمة كفر أدنى درجات الوقوف. وانظر إلى استكماله تعالى ومن الوقوف من أيسر الوقوف ولكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. يقول أن ينصر الشخص ثوبه بجوار أبيه فينصر الهواء القرآن على وجهه. ننصر الثوب بتاعك ويتطاير شوية تراب وشوية عطرة يأتوا على أبيك أو على أمك. درجة من درجات العقوق والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم منها. هذا عن تعريف البر والإحسان والعقوق. ولكن ما هو فضل بر الوالد؟ أخي الحبيب، من منا سأل نفسه ذات أمر بما أبر الآباء وأعظم الأمة؟ وهل ما أقدمه لأبي وأمي من البر هو عمل خير جديد أم هو رد لمعروف سبق أن أداه إلي أبي وأمي؟ انظر حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوجه المعروف أو البر التي قد تقدمها إلى أباك وأمك. هل تصبر إلى جواره بعض الليالي؟ وإن حدث هل تذكرت كم سهر أباك وسهرت أمك بجوارك وأنت صغير؟ أخي، ما هي أول البر التي توجهها إلى أبيك وأمك؟ هل تنفق عليهما بضع من الجنيهات؟ هل تذكرت أن تنفق هذه الجنيهات كم كد أباك وهو متعاف ليأتي لك بجنيهات يقلن صرفك؟ هل تذكرت كم تعب معك هذا الأب؟ هل تذكرت كم رعتك تلك الأم بحنانها وكيف رعت شؤونك وأنت صغير؟ البعض منا حين يمرض أباه وأمه فيحتاجون منهما أن يدفعوا بهما إلى الخلاء لقضاء الحاجة يتأذى ويشعر بالاشمئزاز. خلاص لازم وانا في غير نعمل الموضوع ده. أنت ذكرت وأنت تفعل ذلك أنك تبرر أباك وتبرر. هل تذكرت كم من المرات سبق أن فعلها أباك معك وفعلتها أمك معك أم أخذتك إلى الخلاء؟ هل تذكرت هذا؟ إنما يقدمه الأبناء هذه الأيام من بر لآبائهم وأمهاتهم ما هو إلا رد لقليل من كثير قدمه الأب والأم إلى الأبناء.
انظر حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاروق الأمة، ذلك العملاق في إسلامه، ذلك الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ونزل القرآن موافقا لآرائه. يأتيه رجل فيقول له: يا أمير المؤمنين، إن أمي مرضت منذ 20 عاما، أمي مرضت منذ 20 عاما ولا تستطيع أن تقضي حاجة، وكلما همت بقضاء حاجتها حملتها على كتفي إلى الزمان فقضت حاجتها ثم ردها إلى سبيلها، فهل تراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا، ولا تطوعها، فإنك إن فعلت ذلك اليوم فأنت تفعله وترجو الله أن يريحك منه ومنها، وهي حين كانت تفعله معك بالأمس القريب كانت ترجو لك الحياة، كانت تفعله معك بقصد العناية والرعاية. وانظر هذا الحديث حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الأبناء ببر الآباء، ولم يوصي الآباء ببر الأبناء. هل سألت نفسك يوما نائما إن الآباء قد قدروا على البر بأبنائهم وعلى الإحسان ورعاية الأبناء؟ أما الأبناء فالعلم الله سبحانه وتعالى لما قد يختلط معهم ويختلط بأخلاقهم، وقد يدفع البعض منهم إلى حقوق والديه قد حث الله سبحانه وتعالى لذلك على بر الآباء والأمهات، وما قضى وقرأ إلينا حقوق الآباء والأمهات. انظر حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تتمتع ببقاء والدك ووالدتك أحياء بيننا، انظر إلى هذا الفضل العظيم الذي من الله عليك به. هل سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، وأوسط لغة تعني أفضل. فهل سمعت هذا؟ الوالد أوسط أبواب الجنة. فإذا كنت تسعى إلى غايتك من هذه الدنيا التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعبد الله، واعبد الله كما أمرك الله سبحانه وتعالى، واجعل غايتك هي جنة الرحمن. فإذا أردت الجنة فالتزم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواجب أوسط أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة. وانظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، أتى من اليمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترق الديان وتعارى حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن حضر مجلسه إلا وقال: يا رسول الله، أشهدك أني أبايعك على الإيمان والجهاد في سبيلك. أتى من اليمن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والجهاد في سبيلك. فانظر ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل سأله عن خبرته في الجهاد؟ هل سأله عن عمره؟ هل سأله عن سلاحه أو دابته؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويرسل رسالة إلينا نحن في عصرنا هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أأحد أبويك يا عائشة؟ قال: نعم، كلاهما. قال: فارجع ففيهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولنشأة دولة إسلامية، ويأتيه رجل يعاهده ويبايعه على الجهاد، فينصحه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان أبويه حيين فارجع
الشريف الجهاد في سبيل الله. وجميعنا يعلم عظمة أجر الجهاد في سبيل الله، ذلك الأجر الذي يمنع صاحبه من دخول النار، فيهما أجر. وهذا صحابي آخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله ائذن لي بالجهاد. يا رسول الله ائذن لي بالجهاد. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: جهاد في سبيل الله وابتغاء الجنة يا رسول الله. خرج مجاهدا في سبيل الله وابتغاء الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبتغي الجنة؟ قال: بلى. قال: ألك أحد أبويك يحيان؟ قال: نعم، أمي تحيا بين أرجلي، تحيا في بيتي. قال: فالزم قدمها فتم الجنة. فالزم قدمها فتم الجنة. ولذلك قيل الجنة أحق جنة. وخطأ المنتقل تلك المناسبة أن ذلك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، وصحته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالزم قدمها فتم الجنة. موقعك من الجنة ليس في مكانك في جوار هذا أو ذاك، وليس فيما تقدمه، إنما موقعك من الجنة وتبشيرك دخولك إلى جنة الرحمن هو بر أباك وبر أمك. هذا ما نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهذا من أحياء في هذه الأيام. من منا لم يرى ابنا يعرض الله على أبيه؟ انظر في حديث سيدنا أبي هريرة، وقيل أنه محمد بن المطلب، يقول: نادتني أمي ذات ليلة فقلت لها: لبيك أماه. يقول: نادتني أمي فقلت لها: لبيك أماه. حاضر، أنا جاي، لبيك أماه. إلا أنه شعر أن صوته ارتفع على صوت أمه درجات، فخشي أن يكون ذلك عقوقا لأمه، فاشترى عبدين وعقهما بغية أن يريد الله أن يغفر الله له ارتفاع صوته على أمه. هؤلاء هم الرجال الذين تربوا في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شعر أن صوته بإجابة أمه بالإجابة بنعم تعلو على صوت أمه، فاشترى عبدين واستغفر. ونحن الآن نرى في أيامنا هذه إلا من رحم الله الأبناء يعلو أصواتهم على آبائهم وأمهاتهم، وبعضهم يضرب آبائهم، وقد طلعنا برائنا ووسائل الأمنيات بهذا الشاب وحقر أمه، وهذه الفتاة أخبرت من بيت أبيها، وهذا ونظر. هل فرقنا شرع الله؟ هل أعملنا قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: ثلاث لا يقبلن إلا ثلاث أشياء لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانوا مقارنين بثلاثة أشياء. فلا تطعن نفسك عن المؤمن إن لم تفعل الثلاثة أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن لم يطع الرسول لم تقبل منه طاعة الله. يقول الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه طاعة. يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أحضر من صلاته وتغافل عن زكاته
لم تقبل منها الصلاة. وانظر الوعد الثالث لله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فمن لم يشكر آباه وأمه لا يقبل منه شكر الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك النص أن قرأ قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن منا لا يرى ذلك، إلا أن ذلك مشروع كما قال ابن عباس: لئن شكرتم نشكر لي ولوالديك. فلا بد كي يتقبل الله سبحانه وتعالى منك شكرا أن تشكر لوالديك. وانظر حديث يوحنا رسول الله: كثير منا يكثر الصلاة ويكثر الصيام ويكثر عمل الخيرات، إلا أنه عاق قلبه. ونتساءل: هل يقبل منه ذلك؟ هل يقبل أن أصلي وأصوم وأحج وأعتمر وأتبكر وأوفر منازل وأفتح سيودا وأتصدق ثم أكون عاقا لأهله؟ وهل يتقبل الله منا ذلك؟ إذا أردت إجابة فتعال معي إلى مسجد الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسمع ماذا يقول في ربه الجازم على هذا السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يقبل الله منه صرفا ولا نفسا، لا طريقا ولا آكلا. أولهم يا رسول الله حتى نحضرهم: العاق والوالدين. رفع الماشي. لذلك قال علماؤنا: أبشروا من يطيع ويطيع الوالدين فليفعل ما يشاء من الله فإن الله أمر. وهذا ليس تقديما حرام، ولكن طاعته يأتي وقت تؤدي به إلى الله سبحانه وتعالى. وحذروا من يعاق أباهما فليفعل ما يشاء من الخيرات فلن يقبل الله. تصور الأهل وحديث رسول الله هنقول مع بعض على منظر نتكلم معه في ساعة حضرتك كويس، مصلي، صائم، راكع، ساجد، متصدق، حاج، معتمر، تكفي بالطاعات كلها أمام الناس، وتكفي تلك الطاعات في صورة حسنات يوم القيامة. وجميعنا يعلم ما تعنيه الحسنة يوم القيامة في إنقاذك من النار ودخولك في الجنة. تأتي فترى تلك الجبال ثم تجدها عروسا. لما فقد كنت أصلي، كنت أصوم، كنت أقوم الليل، كنت أحج، كنت أعتمر. يقول ذلك يقول: أما تذكرت قول الحديث: ثلاث لا يقوى الله منتصرا ولا عدوانا. فيا ليتنا ننتبه لتلك الكرامة الكبرى التي يقع فيها حقوق الوالدين، والأولى بر الوالدين. انظروا كيف كان يبحث الصحابة عن الطرق إلى الجنة. يأتي صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، من أحق الناس بالصلاة؟ يا رسول الله، إن الناس فتصنيف لدي كثيرون، هذا صديق وهذا صاحب وهذا أخ وهذا جار وهذه زوجة وهذا أخ وهذه أم وهذا صديق في العمل وهذا شريك. فمن أحق الناس بصحبتي؟ إن كان لدي مال زائد فلمن أدفعه؟ إن كان لدي وقت فلمن أدفعه؟ إن كان لدي قوة فلمن أعين؟ يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي؟ فانظر الله قال: أمك. هل يصلح صحابي؟ بلى، إنه يستفيد. فالأصناف كثيرون وليس لنا من يضبط حياتنا غير كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال:
ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوه. أرأيت كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم أبيك وأمك، وفضلت الأم بثلاث لتميزها عن الأب بثلاث: الحمل والوضع والرضاعة. فلم نسمع عن رجل حمل أو وضع أو رضع، إنما امتازت منهما المرأة لفترة فتر الله سبحانه وتعالى المرأة عليها، لذلك ولما تعانيه في ذلك من مشقة وطلع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطوط الثلاث. لذلك قيل أنه من الفقه إذا دخل الابن بيته ووجد أباه ووجد أمه أن يسرع بأن يقبل يد أمه قبل يده، وهذا ليس عقوقا للأرض، وإنما هو ترتيب رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تقدير من الرجل، وإنما هو تكريم حتى به النبي صلى الله عليه وسلم أبناءنا. ذلك النبي الذي قال في أدبه: أدبني ربي فأحسن تأديبي، الذي نأخذ منه هذه الأخيار والأخبار الأدب. هل رأيتم كيف كان يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عن البر، بر الوالدين. والسؤال: متى أبر والدي؟ هل أبر والدي إن كان قد أحسن إلي وباراني صادقا وأنا صديق؟ هل أبر والدي إن كان عاصيين لله سبحانه وتعالى؟ وفي ذلك يأتي رد القرآن الكريم من الله العلي الكريم في قصة سيدنا إبراهيم مع آدم. انظر أبو سيدنا إبراهيم آدم ماذا كان صنعه؟ كان يصنع الأصنام. أبو سيدنا إبراهيم لم يكن عاصيا لله فقط، وإنما كان يصنع الأصنام ويدعو إلى عبادتها ويبيعها للناس ليعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك انظر حديث سيدنا إبراهيم إلى أين. سيدنا إبراهيم ذلك النبي أبو الأنبياء، انظر حين يخاطب أباه الكافر صانع الأصنام الذي أقر الله بكفره وأرجع به عن طاعة الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا قال له. هل قال له يا كافر؟ هل قال له يا عمر؟ وإنما قال له يا أبت. وأبتي لغة هي لغة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء والصعب. يا أبتي إني جزاءني من العلم ما لم يكن. يا أبتي اتبعني. يا أبتي طاعة بين الابن وأدب من الابن إلى آبائه. هكذا أمرنا أن نكون مع آبائنا. وانظر كيف كافأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم على تأدبه مع أبيه الكافر حين قضى عليه بالذبح ابنه، فأتى سيدنا إبراهيم بسيدنا إسماعيل وأخبره بالله. انظر ماذا كان ربي إسماعيل، ذلك الابن الذي تربى في مدرسة أبي الأنبياء إبراهيم، ذلك الذي كان أباه بارا مع جده الكافر. يقول له يا أبت افعل ما هو ستجدني إن شاء الله. هكذا مرة كيف نظم إسلامنا وديننا الراقي الحنيف التعامل حتى مع البقر، حتى مع العصاة. أسماء بنت أبي بكر تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله جاءتني أمي راغمة. جاءتني أمي راغمة أي كارهة الإسلام. وفي رواية جاءتني أمي راغمة أي راغبة فيما لدي من خير، فهل أصلها؟ انظر ما قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأم الكافرة التي جاءت إلى ابن الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابن صاحب الرسول في الغار أبا بكر الصديق قال لها صلي أمك. سيدنا أبي الدرداء يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. الله، من الموصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن؟ لأبي الدرداء ذلك الصحابي الجليل. يقول أبي الدرداء أوصاني خليلي بتسعة. ما هي يا أبي الدرداء؟ منها وقطع والديه. وقطع رسول الله بلى استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقطع والداك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لها. لو أمراك أن تترك مالك وعشت لها فاخرج لها. أرأيت كيف يعظم الإسلام والله ورسوله حق الأبوين. عبد الله بن عمر يقول كانت لي امرأة تحكي، كانت لي زوجة تحكي، وكان يكرهها عمر بن الخطاب، يكرهها أباه. يقول كانت لي امرأة تحكي وكان يكرهها عمر بن الخطاب فأمرني بتطليقها، لأن عمر بن الخطاب أمر ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته التي يحبها. فقال فرفعت الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طلقها وقاطع أباك. طلقها وقاطع أباك. كم من أبنائنا يستمع اليوم إلى هذه النصيحة؟ طلقها وقاطع أباك. يا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يناقش الطلاق، وإنما بنص الحديث كما قال عبد الله بن عمر وكان يكرهها عمر بن الخطاب. صراحة انظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها وقطع أباك. هكذا أمرنا، ما لم يكن في معصية أمرنا أن نطع آباءنا. هكذا ربينا في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتربينا كذلك أن نرفع الأمر إلى الله ورسوله. حينما اشتد الأمر على عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال رفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما رسل الأمور دنيانا ورفعنا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك الرسول الذي لم يدخل خيرا إلا دلنا عليه، ولم يجد باب شر إلا حذرنا عليه. أحبتي وأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الحديث طويل، وإن هذا المصدر في بر الوالدين لا ينقطع ولا ينقطع، وهو طويل يحتاج إلى خطب وأخشى أن تطيل عليه. لذلك أستحي بهذا القول الآن وادعو الله وأنتم مؤمنون. إن الحمد لله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. وما صلى وكفر مما غفر بعدها وإن نقض الله ومن أدب المسلمين وصلاة وسلاما على خير الرسل وخير رحمة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أما بعد، وهو موضوع كان صالحا. نتساءل ذكر الوالد هل يقتصر على أفعال حياتهما فقط أم بعد موته؟ أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقر من بر
أبرهم ما بما بعد المسلمين. أرأيت يا أحمد ويا حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال: هل المؤمن هذا الصحابي كان يبر أباه ويبر أمه ويسأل بعد موتهما هل يبقى شيء يبر بهما أباه ويبر بهما أمه؟ فما بالنا بأبنائنا الذين لا يرضون الآباء والأمهات وهم أحياء؟ سيدنا عبد الله بن عمر جلس ذات مرة في الحرم فوجد رجل يحمل امه فوق كتفه ويلف بها الحرم يطوف بها حول المسجد الحرام. فلما جلس هذا الرجل يستريح ناداه عبد الله بن عمر وقال له: من تلك المرأة يا ولد؟ قال: هي أمي، أطوف بها كل عام في الحج، كل سنة في الحج بجيبها وأطوف بها وأشيلها على كده. فبكى عبد الله بن عمر، وعندما سئل قال: ذكرني بأمي والله لو آتت لحملتها وقفتها. فهل ننتظر أخي وحبيبي أن يخالف آباءنا وأمهاتنا تلك الدنيا حتى نتوفى؟ هل ننتظر أن نسرع في بر آبائنا وأمهاتنا؟ هل نخسر هذا الفضل العظيم؟ ابن عباس ذات مرة وهو في المسجد جاء جنازة فصلى، فلما انصرفت بكى. قالوا: ما يبكيك يا ابن عباس؟ قال: تذكرت موت أمي فقد أغلق باب من باب الرحمة يوم القيامة. إذا مات الوالد أو الأم أغلق باب من باب الرحمة. فهنيئا لمن حيا أبواه وأمه وأتيحت له الفرصة أن يبرهما في حياتهما. وتعلم بعد الرجاء نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقى من بر الآبوين شيئا أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال: نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما أي الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، وفي حديث وإكرام صديقه. 5 وجبت ويجب علينا أن نساعد في بر الآباء بعد الوفاة منهما: الدعاء لهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: منهم وولد صالح يدعو، والاستغفار له. هل تمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرتقي المرء في الجنة، المرء يرتقي في الجنة بعد موته فيقول: أي ربي أن لي هذا؟ عملي وتحدثت عليه خدت مكانك في الجنة، أنا برتقي بماذا؟ قال: هذا باستغفار الاستغفار وإنتاج عزيمة. قد يموت الأب وقد يوصي ببناء نفسه أو التبرع أو الهبة أو يقطع على نفسه عهدا، لذلك يجب برا به بعد موته إنفاذ هذا العهد. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم أو نذر أو فابه ولي. وأتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، توفت أمي، توفيت أمي وتركت مال، وأرى إن كانت قد بقيت كانت تتبرع، فألا أتبرع ويكون لي ولا تشر؟ قال: نعم، تصدق ولك ولا تشر. إنتاج عهدهما وإكرام صديقهما. هذا عبد الله بن عمر معلم الأمة كان يسير في الطرقات مع محمد بن المنكدر ذلك الصحابي الجليل، فرأى أعرابيا فقال له: يا هذا من أنت؟ قال: أنا فلان من فلان.
ابن فلان؟ قال نعم. قال فلان الذي كان يأتي المدينة لعمر بن الخطاب؟ قال نعم. قال فلتأتي وارتحل راكبة أركبه دابته، ثم أعطاه عمامته وعباءته وذهب إلى داره فأعطاه وأعطاه ما يفيض عن حاجته وانصرف ضربه. فقال ابن المنكدر: يا ابن عمر ماذا فعلت بهذا؟ إنه من الأعراب لا يرضون باليسير. ضربوا من الأعراب عايزنا أي حاجة يسيرها أقصير. قال: ويحك يا ابن المنكدر، إن أباه كان صديقا لأبي عمر بن الخطاب، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه وأهل ود أمه بعد أن يولد. من أعلى درجات البر أن تكرم صديق أبيك وأمك بعد موتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها، صلة الرحم التي تقطعت هذه الأيام. إذا مات الأب أو الأم قطع صلة الأبناء بأعمالهم وخالاتهم وعماتهم. ألا ترى أن هذا امتدادا لبرك لأبيك وأمك؟ ألا ترى أن برك لعمك وخالك وعمتك وخالك هو بر لأبيك وأمك؟ كيف ذلك وأن تصدقا بما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا خيار إما أننا مصدقون الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإما لا، وحاشا أن نكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أوصى بحديثه؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب علينا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرى ببر الآباء وبر الأمهات. وعمرا إذا كنت ولكن الشيء والشيء يذكر. لا بد أن نذكر أمثلة من روائع الصحابة في بر الآباء والأمهات. انظر هذا سعد بن وقاص. سعد بن وقاص ذلك الصحابي الجليل الذي كان له من الفتوحات الإسلامية ما لا يخفى على أحد منا. ذلك الصحابي كانت أمه كافرة، فدعته ذات يوم وقال: يا سعد يا سعد، ألا يأمرك دينك ببر آباك وبر الأم؟ قال: نعم يا أمنا. قال: فإني أأمرك بترك هذا. فأمره برا بها أن يترك هذا الدين، وإلا والله لا أطعمن شيئا حتى أهلك وتعايرك بها. انظر وقت سعد ذلك الصحابي الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: يا أمنا، والله لو أن لي 100 نفس خرجت نفس تلو نفس على أن أترك هذا الدين ما ترك. يا أمنا، والله إني لأحبك حبا جما. يا أمي، أنا بحبك جما جدا، إلا أن حبي لله ودينه أكبر. إلا أن حبي لله ودينه أكبر. امتثل لقول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس يا رب، ما تطعهمش بس. وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل وجدنا زينا بهذا الرجل؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. محمد بن المنكدر ذلك الصحابي الجليل ذات ليلة أمرته أمه بالماء، عايزة تشرب، وطلبت منه كأس الماء. ذهب ليخبره، فلما أتى وجد أنه غلبان النوم تماما. نحن هذه الأيام لو طلب منا ذلك الأكثر تأكيدا منا رفع الماء بجوانه ونصر، إلا أنهم تركوا في مدرسة الغير التي تركوا في مدرسة الحبيب
حمل الماء ووقف بجوار أمه يخشى أن ينام وتستيقظ أمه ولا تعرف أين الماء، فحمله، فكلما تعب جلس، فإذا ارتقت عيناه وشعر بالنعاس قام حتى لا ينام وأمه نائمة فقطع تأكل على الماء، وظل على هذه الحالة إلى أن استيقظت أمه في الفجر مع الصباح. أرأيتم كيف كانوا يتعاملون مع هذه الأمور؟ جميعنا يخرج ويعود من عمل وإلى عمل مرا بأبيه وأمه، فهل سألنا كيف كان يتعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع أبيهم وأمهاتهم في ذلك؟ هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه، كان كلما تم بالخروج طرق باب أمه وقال: يا أماه السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فترد عليه: وعليك السلام ورحمة الله يا ولد، فيقول لها: اللهم ارحمها كما ربتني صغيرا، فترد أمه تلك المؤمنة حمل المؤمن فتقول: اللهم ارحمه كما برني كبيرا. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أذكركم ونأتي بأن ما نسمعه وما نقوله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قصص الصحابة الكرام هي ليست للتسبيح، وإنما هي للعظة والاعتبار، لنتأكد بحدث الحبيب محمد وأصحابه. هذا ما عاهدنا الله عليه تصديقا لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وتصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كانت تلك أخلاق النبي وإذا كانت غايتنا الجنة فلنجعل مما سمعناه اليوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخبار الصحابة الكرام الأخبار الأخيار نبراسا لنا نتعلم منه. نريد أن نخرج من هذا الجامع العظيم الكريم بكون بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ضارين بآبائنا وأمهاتنا، فمن كان ضارا فليزيد في الجنة، ومن كان عاصيا عاقا فليرد على العقوق ولينقلب ضارا بهديه وضارا بموته، طلبا في المغفرة وطلبا في رضوان الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم القبول. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا إلى ما يرضيك عنا، اللهم وفقنا إلى ما يرضيك عنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم تكفر لنا أمورنا فإننا لا نحصي التدبير، اللهم تكفر لنا أمورنا فإننا لا نحصي التدبير، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا وأكرمنا يا عزيز يا كريم. اللهم وفق صوابنا وصالحنا، اللهم وفق صوابنا وصالحنا، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حق بيتك الكريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان على خير وعلى الإسلام والإيمان يا رب العالمين.